وهنا قعدت الساعة بالستة الصبح. طلعت برا وفتحت الباب ولقيت الجو مغيم والشمس زعلانة. قلت هاي الأجواء ناقصها ريوق معدل. تعالوا خلنا نشوفكم شلون يصير الريوق الحقيقي. في البداية نحط الشاي على النار وبعدين نطق سيارتنا ونروح حتى نتسوق. شي أكيد الريوق يحتاج لصمون ونروح عدله قبل على الفرن. بعد ما نشتري الصمون لازم وياه قمر عرب يحط لك بالماعون وبعدين يعطيك اياه بعلاقة ونكملها بزيتون وشوية حبشكلات من هنا. أنا الصراحة هاي ما ضايقة بس عجبني شكلها. هو صح المظاهر خداعة بس الحياة هم تجارب. ناخذ هنا ونرجع للبيت وشو العالم من الصباحيات كلها مطنقرة. هو انت شفت لك عراقي قاعد من الصبح ويضحك؟ يعني انا مرة قلت لابوي صباح الخير الطبع من راشد لحد الان بعد بخدي. بس لحظة احنا مو حاطين الشاي على النار. راحت فلوسك يا صابر. هنا سقيت بكل سرعتي وبقيت مجاهد وحتى الطاسة ما كضتني. وصليت ونروح ونلقى الشاي يطلع بخارات من كل مكان. بس هم زين ما حاط له بس ماي. وهسه نجيب صينية ونقطها ذني بيهن. وانتم قطيتوا لايك لو بس تباعون وتغلسون. وبعد ما نصب الشاي تكمل الصينية والف عافية. شلون